النهاردة بقى هنعمل مع بعض الأكلة المفضلة لكل الأمهات المصرية زمان. هنعمل وصفة من الوصفات التقليدية، هنعمل الكوسة باللحمة. أول حاجة في حلة هننزل بمعلقتين زبدة، ولما تسيح هننزل ببصلتين مفرومين، وأول ما البصل يطلع ريحته ويدبل هنزل باللحمة واشوحها مع البصل. ولما لونها يغير هننزل بالبهارات، معلقة صغيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة ملح وفلفل اسود، ومش عايزين نكتر بهارات، يدوب حاجة بسيطة كده تدي طعم، واسيبها تتشوح لحد ما تاخد لون من الناحيتين. وبعد كده هننزل بكوبايتين كبار من عصير الطماطم، ومعلقة صغيرة ملح، وورقتين لورا، وثلاث فصوص حبهان، ونغطيها عشان اللحمة تستوي. نسيبها من ساعة لساعة وربع على حسب نوع اللحمة، وده شكل اللحمة بعد تقريبا ساعة وربع. لازم تكون مستوية بنسبة 98%. احط بقى الكوسة بعد ما غسلتها وصفيت المية، وهقلبها كويس في اللحمة والصلصة. وبس كده سهلة. وهزود الصلصة نص كوباية مية واغطي عليها واسيبها تستوي. كده الكوسة استوت، هظبط بقى الملح وخلاص بقت جاهزة. حطيت الشوكة في القلب لقيتها مستوية. هنجهز بقى الرز بتاعنا، رز حبة وحبة بتاع زمان لو عارفينه. في حلة على النار هننزل بالزبدة واسيبها لحد ما تسيح. هنزل بنص كمية الرز، انا معايا 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا من المية. نبتدي نشوح ونحمص، يعني هنقلب فيهم على نار متوسطة كده باستمرار لحد ما ياخد لون ذهبي. خلي بالكوا الخطوة دي بتاخد شوية وقت، يعني ممكن نقلب لمدة نص ساعة، المهم انه يوصل لدرجة اللون ده. وبعد كده بنحط نص كمية الرز، وخلي بالكوا ما تعلوش النار عشان الرز ما يتحرقش معاكم. وحطيت شوية ملح وفلفل اسود، وبعد كده هنزل ب3 كوبايات شوربة فراخ او لحمة المتوفرة عندكم. وده الرز بعد ما استوى، شايفين مفلفل ازاي وريحته بجد خطيرة والطعم تحفة. كده وصفتنا النهاردة خلصت. الكوسة خطيرة واللحمة مستوية جدا وطعمها حلو قوي. الرز بجد حلو جدا ومفلفل قوي. هستناكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها، وما تنسوش تعملولي لايك ومتابعة وشير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.